ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض المكرونه بتاعه الشارع او المطاعم. عارفين ما تمشي في وسط البلد كده وتشموا المطاعم، ريحه المكرونه بتاعه مطاعم وسط البلد. يا سلام على الريحه، تحفه بجد. هعملها لكم بقى في البيت بطريقه سهله جدا، واحلى حاجه فيها انها وجبه لوحدها، مش محتاجه اي حاجه جانبيه جنبها، ومشبعه وجميله جدا. هنعمل بقى ايه؟ هنجيب بصلتين كده ونقطعهم شرايح رقيقه جدا زي ما انتم شايفين كده، على قد ما نقدر. لو عندكم ممكن تعملوها بالقطاعه بتاعت الشيبسي، وممكن تعملوها زي ما انتم شفتوا كده بالسكينه، ونقطعها طرنشات رقيقه جدا، وعليها معلقه كبيره نشا. ولو مفيش نشا حطوا معلقه دقيق، مش هتفرق، هي دقيق او نشا نفس النتيجه. المهم نحط عليها حاجه من الحاجتين دول عشان تديكي القرمشه الحلوه دي. وبعد كده بقى ايه؟ المكرونه بتاعتي انا عندي حله على النار فيها ميه بتغلي. والمكرونه نحط كذا نوع. الاصل في المكرونه دي انواع مع بعض، يعني حطيتي نوعين ثلاثه، قصدي الاشكال يعني. اسباجيتي على مرمريه على فرن، اللي انت عايزه تحطيه. انا حطيت مرمريه وحطيت المكرونه سباكيتي. ولازم الميه بتاعتي تكون غلي كويس جدا. لقيتها لسه ما غليتش، سبتها لما غليت جدا. وبعد كده نزلت بقى ايه بمعلقه كبيره مليانه كده ملح، وقلبت بقى المكرونه تقليبه حلوه كده، وايه يعني تفضل ايديا فيها كل دقيقه كده اروح مقلباها دقيقه دقيقتين. هي مش هتاخد وقت كتير، يعني المفروض لما نسلق المكرونه نسيبها فيها قطمه شويه كده، كل لسه ناقصه سوا بسيط، لانك بعد ما تطفي عليها النار وتسيبيها شويه كمان بتطرى اكتر. بعد كده بسخن الزيت وانزل فيه بقى البصل بتاعي، واول ما انزله اقلبه كده. انا عايزاه يبقى كله مختلط بالزيت كويس جدا، علشان ما يبقاش فيه جزء عندي يبقى مش مقرمش. عشان يقرمش كويس لازم يبقى مفكك من بعضه كويس. وفي نفس الوقت افضل اقلب فيه، ما سيبهوش خالص. عشان كله مع بعض ياخد نفس اللون، ما يبقاش فيه بصلايه لونت وبصلايه لسه زي ما هي. فبالفعل كده هتلاقي البصل بتاعك جزء هيتحرق والجزء التاني لسه ما استواش اصلا. يا اما تستني بقى تطلعي اللي بقى لونه كويس، والجزء التاني ني وهيبقى طري. فاحنا عايزينه كله مع بعض وياخد لون ذهبي حلو فاتح كده. اول ما ياخد لون ذهبي فاتح تطلعيه فاتح خالص، لانه بعد كده بيبدا يغمق سنه، لسه بيبقى فيه الحراره بتاعته بتخليه يلون اكتر. كمان احنا عارفين البصل اصلا ما بيستحملش يعني. بيفضل بقى زي ما انتم شايفين كده، ايدي فيه مش هياخد وقت، بس لازم ايه تبقى مهديه النار لحد ما. ونفضل بقى زي ما انتم شايفين ايدينا فيه كده. خدتوا بالكم ان هو بدأ ياخد لون ذهبي فاتح. انا في المرحله دي يعني انا خلاص كده البصل بتاعي استوى. انا بس فاضل جزء بسيط بس ما اخدش لون، فعشان كده بديله تقليبه. انا بس كده اطلعه بقى خلاص، مش هسيبه اكتر من كده. وبصفيه بقى كويس، بحطه بقى ايه، ما نحطوش على مناديل. لو حطيه على مناديل مطبخ هتلاقيه بقى طري مش بقى مقرمش. فانتي طلعيه في طبق عادي، ويا ريت لو في مصفى كمان. بس في الطبق عامه دايما بطلعه بيفضل مقرمش وجميل. شايفين حلو جدا بيتكسر ازاي؟ عشان هو مقرمش جدا. حتى اوريكم دلوقتي لما نيجي نكسره، هقول لكم المرحله بقى اللي بنكسره فيها، لانه مش هنفضل سايبينه كده. هو السر كله ان هو هنضيفه على الصلصه. بس امتى بالظبط؟ عندي المكرونه بعد ما خلاص صفيتها، بحط عليها بقى من البصل، من الزيت بتاع البصل. خدت كده ايه، يجي معلقتين كده وقلبتهم فيها عشان تفضل مفلفله كده ما تلزقش في بعضها. وبعد كده بقى ايه، باقي الزيت اللي من البصل هاخد منه جزء. هو مش هحطه كله، هو كان كتير. انا هسيب الباقي اطبخ بيه عادي طبيخ او اي حاجه بستخدم فيها بصل. واخد جزء حطيت بقى ايه عليه الاول معلقه كبيره صلصه معلبه. لازم الصلصه اللي هو الطماطم البيوريه دي تحطيها، وبعد كده حطي كمان طماطم فريش. لكن ما ينفعش حاجه لوحدها منهم، طماطم فريش مع الطماطم المعلبه. وبعد كده بقى نتبل بملح وفلفل اسمر وكمون. وفلفل اسمر قليل، والكمون تكتريه اكتر، وكزبره ناشفه. دي التوابل بتاعتي: كمون، كزبره ناشفه، ملح، فلفل، بهارات. انا حاطه بهارات اللي هي السبع بهارات، او تحطي بهارات لحمه اللي متوفر عندك واللي انت بتحبيه وتفضليه، وسنه شطه لو انت بتحبيه. بعد ما بدات تسبك وحطيت معلقه سكر كمان. بتبقى هتدي اي صلصه عندك لمكرونه لازم تحطي عليها معلقه صلصه. وبعد كده البصل زي ما انتم شفتوا كده فرمت وفركته كده. طبعا هو عشان مقرمش فبيتكسر بسهوله، فعلى قد ما اقدر انعمه وانزله بقى عندي دلوقتي في الصلصه بعد ما تسبكي تماما، واديله بقى تقليبه يا دوب دقيقه كده واقفل عليه. هي اوريدي الصلصه شبه متسبكه خلاص، فانا هسيبه بس دقيقه كده يندمج ويتطر مع الصلصه. هتقولي ما حطيناش ليه بصل، ما عملناش الصلصه بالبصل. الطعم مختلف تماما يا جماعه. طعم معروف، طعم البصل المقرمش حاجه، والبصل اللي متشوح عادي كده وعملنا بيه حاجه تانية خالص. فما فيش مقارنه. لازم يتعمل البصل بالطريقه دي، تقرمشوه بعد كده تكسروه وتحطوه على الصلصه في الاخر. وكلي بقى احلى مكرونه بجد يعني. بصوا هتدعوا لي عليها. انا ولادي مش بيحبوا المكرونه بالصلصه، بس المكرونه دي بيعشقوها بيطلبوها مني يعني. بجد ان شاء الله هتدعوا لي عليها.
ما تنسوش بقى اللايك والمتابعة أو الاشتراك. سلام.